بحكم أننا لا نريد أن نتدخل في شؤون الغير، وأن نترك هذه القضية للشعب المغربي هو يتصرف في النهاية. قلنا لا، ما ندخلش في النهاية. وكان حقا ملك المغرب في في حالة يرثى لها في ذلك الوقت، وهذه معليش نسجلها للتاريخ، لأن في هذه المراحل الحاسمة لازم الإنسان في بعض المسائل يقولها. ما لقى حشاكم إلا بيت المال باش يروح يتخبى فيه، باش يروح يهرب فيها كهرب. معناها الحالة اللي وصل لها في ذلك الوقت اللي تهجنوا يعني على ركيبيه طايح يستنى غير في رحمة ربي. هذاك اليوم انا خذيت التليفون، قال وراه الملك عايط له، قلت له واش كان؟ خبرنا. يعني التليفون هذاك معناه ان الجزائر ما تدخلش، ما تدخلش، ما تساعدش الجماعة هذه. القضية هي بينكم انتم، هذا المعنى نتاع التليفون. لا هو تحميد بالسلامة، ولا هو كما استغلته الصحافة في ذلك الوقت، إن هو كان كما الغرقان هذاك يشد غير في القشة هذيك اللي يلقاها يشد فيها، يقول لك ربما هذه عروة كبيرة ولا حبل كبير يمنعني من الغرق. التليفون اللي كنت عملته في ذلك الليلة، في تلك الليلة، المعنى السياسي نتاعو أننا ما ندخلش في الشؤون الداخلية نتاعك. حاولوا إخواننا الليبيين طبعا للمزايدة السياسية، بهبروا خليني نبعث الطيارات يضربوا القصر إلى آخره. هذا كله كان كلام فارغ، لأن ما عارفينش يعني حتى فين جاء القصر وراه موجود الملك وراه موجود السخيران. لكن سياسيا كان موقف، سياسيا خذاو موقف ضد وموقف عالمي. هذه كذلك للتاريخ لازم نقولها. بعض السخيرات كانوا في وضعية سيئة للغاية، في وضعية سيئة للغاية. وقعت قضية الطائرة. لا علينا، هذه كلها مسائل داخلية حتى تعرفوا كيفاش السياسة نتاع بلادنا كانت سياسة مسؤولة، رغم أننا ننادي ونطبق الإصلاح الزراعي أو الثورة الزراعية، التسيير الاشتراكي، كذا كل شيء من أجل الشعب. رغم هذا على كل حال وكثوار وكمناضلين ثوريين قلنا لا، ما ندخلش في ما حولنا. أجهلنا حتى ما يسمى بالقوات الوطنية إلى حد ما، لأنهم نفسهم ما عرفوش يتصرفوا، لكن ما كانش عندنا علاقة مع ما يسمى بالمعارضة. والمعارضة قلنا حتى لا نخلق أسباب جديدة يعني الصراع الدائم في هذه المنطقة. والمقصود من هذا كله هو أن لا تدخل يعني الحرب الباردة أو شيء من الحرب الباردة والصراعات الدولية في المنطقة نتاع المغرب العربي. هذا كل مقصود.
cette presse dire, avez-vous parlé personnellement avec les officiers condamnés avant leur exécution et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non seulement je ne leur ai pas parlé, mais je n'aurais pas voulu leur parler, mais pour mettre un point final à une polémique que je ne voudrais pas entamer et qu'un grand quotidien de France a lui-même entamé dans son éditorial. Contrairement à ce qu'on peut penser, les officiers qui ont été exécutés l'ont été légalement, car, et cela est un secret que j'ai tenu à garder moi-même, un conseil de guerre s'est tenu à Srerat le soir même et les a condamnés sur le champ de bataille, comme cela se fait, à être exécutés. Mais ça, c'était de la cuisine intérieure que je n'étais pas obligé de déballer, je m'excuse du terme, mais je le dis à M. Fauvet. زوال اليوم تنفيذ حكم الإعدام في 10 من الضباط الذين تزعموا حركة التمرد الأخيرة، وهؤلاء الضباط هم الجنرال حمو والجنرال بوغرين والجنرال حبيبي والجنرال مصطفى والكولونيل شلواطي والكولونيل فنيري والكولونيل بوبري والكولونيل عمي والكولونيل بلبصير والكوماندو المانوزي. وقد تم تنفيذ حكم الإعدام في هؤلاء المتآمرين في الساعة 11:10 من صباح اليوم بإحدى المعسكرات القريبة من مدينة الرباط. وصاح المتمردون قبل إعدامهم يحيى الملك يحيى الحسن الثاني، لكن الأعمال الدنيئة التي قاموا بها لا تتوافق مع ما يقولون. وكانت سيارة الجيش قد قادت هؤلاء المتآمرين مكتوفي الأيدي وبلباسهم العسكري إلى مكان إعدامهم، وقد نزعت منهم رتبهم العسكرية قبل أن يطلق عليهم النار على يد 10 سريات تنتمي إلى القوات البرية والجوية والبحرية.